آه، رد عليك في نقطة. هلا أخويا باسم. آه، أنت كصاحب قناة، أنا بتعامل مع كل إخوات. تمام. أنا بتعامل مع كل إخوات. طبعا أنت فاهمني يا باسم. مفيش حبيبتي، مفيش حبيبي، مفيش الكلام ده. ليه بقى مفيش الكلام ده؟ لو أنت حساب، اعمل اللي أنت عايزه. أنت قناة، مش هتعمل اللي أنت عايزه. ليه؟ آه... هو اليوتيوب مصرح لك تعمل اللي أنت عايزه، بس الناس مش مصرحة لك. واخد بالك؟ آه، المفروض ان انت تعمل اللي الناس راضية عنه في قناتك. فاهم عليا؟ المفروض انت تعمل في قناتك اللي الناس راضية عنه، مش اللي انت حابب تعمله. واخد بالك؟ مش اللي انت حابب تعمله. يعني انا مثلا، لو انا حابب اقول لي باسل مثلا، انت، انا بعزك يا باسل وحشني وبتاع. لو باسل مش راجل، مش هينفع اقول. واخد بالك؟ مش ينفع. تقوم حرب عليه وعلى القناة، والقناة تقع وبتاع واخد بالك؟ فليها ضوابط وأحكام. أنا كنت بقول إيه، نسيت. افتكرت. قبل ما أنسى، كنت بقول لك أنت تحت آه كونك إنك حساب تاني برضه. يعني شوف ميزة الحساب عمال يتكرر في ميزات إزاي. آه ميزة إنك حساب وتحصل عليه. يعني من يومين كنت بتوسط لك، بقول لك أنا في مشكلة ويا ريت إيه لو تبقى وسط خير وبتاع. قلت لي حاضر من عيني وبتاع. وجزاك الله كل خير. سواء هنا بقى المشكلة اتحلت أو ما اتحلتش، فباسل راح اتكلم فيها. تمام. باسل راح اتكلم فيها. تعالى هنا بقى لو باسل قانون. تعالى هنا لو باسل قانون. واخد بالك؟ لو باسل قانون، باسل لو مش أسد وواثق من متابعينه كويس وماله إيده منهم، وأسد في اليوتيوب، وأسد أسد، يخاف يخش في مشكلة، يخاف مش يخش أو يحل، لا يخاف يقول رأيه. يا نهار أسود، يا لهوي على الكارثة. تخاف تبدي برأيك، كونك إنك عامل خاطر لفلان وفلان وفلان. يا لهوي، وخاطر ربنا فين؟ طب انت ايه يا جماعة، في ايه ده في ظلم واقع هنا. ما تبصوا والناس تبقى شايفة. بس ربك بقى. فأحيانا يعني الناس عايزة اللي تعمل على هواها.